يا مساء الفل. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم بفيديو جديد، بس لو اول مرة تشوفيني ياريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بنعمله هنعمله ان شاء الله. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الكروكس ده، كروكس شتوي وحاجات كلها في البيت بنعيد استخدامها. كان عندي كروكس كده كانت قطع، فانا حبيت اعيد استخدامه واعيد تدويره. وكان عندي جاكيت بتاع بنتي صغير، فانا حبيت استخدمه وكده. بس النهاردة بقى، بس ما تنسونيش باللايك وتقولي رأيكم في الكومنتات. ويلا نشوف مشكلتنا بتقول ايه. بتقولي: انا بنت من الصعيد، عندي 25 سنة. انا اتقدم لي ناس كتير بحكم ان عندنا البنت بتتجوز صغيرة، في منهم الكويس وفي منهم الغير مناسب، بس انا الحمد لله متعلمة وموظفة. بس الفترة اللي كنت برفض فيها كنت منتظرة شخص معين، بس أهلي رفضوه. حاليا أنا أهلي زهقوا مني جدا وعايزين أوافق على واحد متقدم لي الفترة دي. هو غلبان، يعني إنسان مفيهوش مميزات كتير وشكله مش جذاب. المشكلة مش فيه هو، أنا شخصية مش بنجذب لأي راجل بسهولة. مش موضوع غرور إطلاقا، بس أنا اتربيت تربية غريبة، إن كل حاجة عيب وحرام، وحاجات أهلي سدوها في وشي وكرهوني فيها من وأنا صغيرة. وطبعا أنا واثقة إن حضرتك هتفهمي قصدي. فدلوقتي بقيت مش أي راجل أوافق عليه، ولا أي راجل يتقدم لي أتجوزه. أنا مش بقدر أتخيل نفسي معاه في بيت واحد. أسفة، بس بحس إن لازم يكون في قبول ولو شوية مشاعر. وطبعا لأن أهلي صعايدة شايفين إن كل الحب بيجي بعد الجواز. المرة الوحيدة اللي ملت فيها الراجل واشتراني وتقدم لي رفضوه رفض نهائي، ومصممين على آخر واحد ده. وأخويا مقاطعني وبيقول لي أنا خلاص زهقت منها. يقولولي ما تبقيش عبء على أخوكي، بس أنا خايفة قوي وطول الوقت حزينة وسرحانة. وكل لما الموضوع يقرب يتم أتعب أكتر. زي ما قلتلك هو شخص مقبول بنسبة 50%، بس قسما بالله ما حسيت بأي انجذاب له عشان أتجوزه. بصي يا جميل، أنا من رأيي، يعني رأيي، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. أول حاجة عليكي إنك أول حاجة تصلي صلاة استخارة. احنا مش بنرفض كده وخلاص. انت تصلي صلاة استخارة وتقعدي معاه مرة واتنين وتلاتة واربعة، ده جواز. وعايزة اقولك لو على الشكل فالراجل مقاييسه مش بالشكل. اهم حاجة يكون راجل محترم، راجل مؤدب، يعني شخصيته حلوة. انما الشكل مش كل حاجة. في راجل بيبقى جميل جدا بس شخصيته مش كويسة. وبالنسبة لأهلك، هو أهلك يعني لو رفضوا الشخص هم عايزين، مش عايزين يخلصوا منك، هم عايزين يطمنوا عليكي وتكون بنتهم سعيدة ومستقرة في بيتها. وأكيد يعني الشخص ده مش زيك مثلا، أو طباعه مش زيكو، أو مثلا هما طبعا ليهم وجهة نظر تانية، ظروفه مش متناسبة مع ظروفك. هم عايزين يطمنوا على بنتهم، فانتي تعذريهم في الحاجة دي وتقعدي مع الشخص ده. والله ما ارتحتيش بعد ما تقعدي معاه وتدي لنفسك فرصة، والله ما ارتحتيش، عادي خلاص. مش لازم يعني هو خلاص. واللي هم مش مرتاح ابعت لهم حد من قرايبك يتكلم معاهم، خالك، عمك، كبير العيلة. انا مش مرتاحة يا جماعة،
اصل ده جواز. ودي طبعا يعني اختيارك انتي وكمان انتي اصلا بصي، واضح من اصلا من كلامك ان انتي اصلا قافلة، مش مدية فرصة اصلا. الحب بيجي بعد الجواز بس برضو لازم الايجاب والقبول، لازم يبقى بينكو يعني ايه، انت حاسه يعني ادي لنفسك فرصة وما تظلميش نفسك برضو. وبرضو نشوفوا رأي الناس في الكومنتات، يا ريت يا جماعة تقولوا لنا رأيكم، لان طبعا انا ممكن ما كنتش اقنعتها، او مثلا هي تحب تسمع رأي الناس ايه. ونشوف بقى دلوقتي هنعمل الكروكس ده اللطيف ده ازاي. طبعا انا كان عندي الجاكيت زي ما قلت لكم، كانت اللياقة بتاعته فرو، فانا وكان قشر كده، فانا قلت لازم اشوف له اي حاجة، ما انا مش محدش هيعرف يستفيد بيه. خدت بقى اللياقة بتاعته اللي هي الفرو دي، كانت دوران كده، قصتها 2، وبعد كده عملت الفردة اليمين نص والفردة الشمال نص. طبعا كان عندي جيبة برضو كان فيها قطع كده، فمحدش كان هيعرف برضو يستفيد بيها غير مثلا في أعمال يدوية. فأخدت منها طبقتين تل كده، ولزقتهم بالشمع كويس، وتكتري في الشمع علشان ما يتفكش منك مع الاستخدام. ولزقتهم كده كويس، بس قبل ما الزقهم كنت انا بعد ما لزقتهم بالشمع القطع اللي كان في الكروكس، جيت بإبرة الخيط وبالإبرة العادية وخيط عادي، واديتها غرزتين كده ان هي يعني تكون ثابتة معايا وجامدة. وطبعا خامة الكروكس دي بتكون بسيطة كده، مش متعبة في الشغل خالص، والإبرة دخلت فيها عادي. ولزقتهم كويس كده، وخيطتهم كويس ولزقتهم كويس. وبعد كده بقى اخدت القطعتين اللي مش جيبه ثبتهم كويس، وبعد كده حطيت الفرو ده. خدت طبعا زراير الجاكيت، اخدت لكل واحد زرارين ان انا اعمل بيهم العيون دي عشان يدي شكل لطيف وكده. طبعا بطنته ببطانة الجاكيت اللي هي البيضة اللي جوه دي، ولزقتها كويس من جوه. وطبعا هنشيل بقى الزيادات كده عشان يكون شكله لطيف ويكون الشغل نظيف معايا. طبعا كمان في حاجة عايزة اقول لكم عليها، ان انا ما سبتهوش كده شكله مش لطيف كده، لا جبت بقى عشان انضف الشغل كده ويبقى شكله زي الجاهز بالظبط. جبت بقى الاستك بتاع الجيبة وحطيته كده زي ما انتم شايفين كده، حطيته كده ثبته كويس بالشمع. هو استك كده بيتمط، وكان شكله جميل قوي. فانا قلت بقى انضف الشغل بتاعي والزقه كويس كده، ولزقته بقى واشد والزق كده زي ما انتم شايفين بطريقه سهله خالص، ومفيش ابسط من كده. طبعا الشبشب ده بيدفي، بس لو انت حابه بطانيه، انا عملت بس بطانه خارجيه كده. وهتشوفوا دلوقتي ان انا هعمل بطانه كده من جوه بالفرو برضو، هتبقى شكلها لطيف وهيبقى شكله معايا تقفيله حلو، واللي يشوفه مش هيقول ان هو معمول في البيت. جيت جايبه بقى حته من الكمام، لان انا طبعا خدت الربع، شايفين فاضي ازاي. خدت حته من الكمام وهلزقها بالشمع كويس زي ما شايفين كده، ولزقتها. وحاجات سهلة ومن البيت، وحاجات يعني إعادة تدوير. طبعا الحاجة لما تكون في البيت ومحدش هيستفيد منها، المفروض تكوني ست مدبرة كده وشاطرة، وتحاولي تصنعي من لا شيء شيء. ايه رأيك بقى في الكروكس الجميل ده؟ وحاجة من البيت، ويعني وبتلزقيه كويس طبعا، وتكتري له الشمع عشان ما يفكش، و... وتثبتي بقى اللي جوه باللي بره كده باللزق كويس، علشان تحسي ان هي الفرو ماسك في بعضه، ما تحسيش ان انت عاملة من جوه حاجة ومن بره حاجة. لو عجبك الفيديو ما تنسنيش بالاشتراك وتفعلي الجرس وتحطي لي جميل زيك وكومنت جميل، وتقولي رأيك في الكروكس الجميل ده، وتقولي رأيك في المشكلة. يا ريت برضه ننصح البنوتة اللي بعتت لنا ونحترمها طبعا. وربنا يوفق الجميع، واشوفكم الفيديو الجاي، ما تنسيش باللايك. باي باي.